تعليق كابتن محمد أبو تريكة على مفاوضات النادي الأهلي مع فيستون مايلي مهاجم بيراميدز، والمفاوضات بتقترب من النهاية والأهلي بيقترب من التعاقد مع المهاجم المخضرم فيستون مايلي، حيث علق تريكة على المفاوضات وأداء اللاعب مع النادي الأهلي إذا تم التعاقد معه، حيث قال تريكة: تصريح قوي جدا، تصريح ناري، تصريح تاريخي، ولكن أتمنى من كل أهلاوي عظيم يعمل اللايك، أيوة ارزع اللايك المتين وشير تصريح ابو تريكة في كل مكان، حيث قال تريكة: الأهلي دايما بيفكر في المستقبل قبل الحاضر، ومش بيتعاقد مع أي لاعب إلا لما يكون مقتنع إنه هيضيف فعلا للفريق، مش مجرد صفقة إعلامية أو تسويقية. فيستون مايلي من المهاجمين اللي عندهم الإمكانيات البدنية والفنية المميزة، قوة وسرعة وتمركز ممتاز جوه ال 18، وده النوع اللي دايما بينجح في الأهلي لأنه بيتناسب مع طريقة لعب الفريق، خصوصا تحت قيادة مدرب جديد زي يستروب عايز يبني هجوم متنوع وفعال. الاهلي محتاج مهاجم عنده الشخصية في الملعب، اللي لما يمسك الكرة يحسسك ان في خطر حقيقي، ودي صفات واضحة في فيستون مايلي. لكن في نفس الوقت اللعب في الاهلي مختلف تماما عن اي نادي تاني، القميص ده تقيل يا جماعة، والجمهور عنده طموح ما بينتهيش. لو مايلي جاي بعقلية اللاعب اللي عايز يثبت نفسه ويتحمل الضغط، ساعتها هيكون إضافة قوية جدا للنادي الأهلي. الأهلي مش محتاج مجرد هداف، محتاج مهاجم عنده روح الأهلي، والروح دي أهم من أي رقم أو أي صفقة.